الصديق والفنان الكبير النجم أحمد ماهر. احنا بنسعد في الحوار معاك، وخصوصا ان حضرتك من الفنانين اللي بقالك صفحة على الفيسبوك. ده حقيقي ولا مش حقيقي الاول؟ الكلام ده رسمي مظبوط. مظبوط. اصل في بعض صفحات الفنانين بتبقى موجودة على النت بيكتشفوا انها مش بتاعتهم. لكن انا اعلم تماما ان حضرتك ليك صفحة على الفيسبوك بتتزاور وتتبادل الحوارات مع الزملاء والمعجبين بحضرتك يعني. تمام. طيب نقول الاول ايه الجديد فنيا عند الفنان احمد ماهر؟ يعني احنا بنجوب حاليا المحافظات بعرض اسمه حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ده تأليف شاعر عظيم اسمه سراج. سبق وقدمنا له سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام من خلال مجموعة من نجوم المسرح. معايا النجم أشرف عبد الغفور والنجم خليل مرسي والنجمة مديحة حمدي والفنانة ناهد رشدي والفنانة وفاء الحكيم، الفنان معتز السويفي، ومجموعة الآلات الشعبية والمداحين، وعلى رأسهم دكتور مداح الرسول عليه الصلاة والسلام الفنان أحمد الكحلاوي. فهو ده اللي احنا مهمومين بيه هذه الأيام. عموما احنا بنتمنى لك التوفيق في المجال الفني، وانا اعلم تماما ان ليك ايادي بيضاء خيرة في مجالات كتيرة جدا. واستوقفني النهاردة الحوار اللي تم بيننا احنا في الاستديو انك رحت السودان عشان لحمة. فايه بقى موضوع اللحمة ده، وانت كفنان ايه علاقتك باللحمة يعني؟ والله في مجموعة تطلق على نفسها مواطنون ضد الغلاء. طبعا لا يخفى على الكثيرين وكلنا نعيش الأسعار المجنونة المتسارعة هذه الأيام. فهذه المجموعة دعتني أني أبقى ضيف شرف معاهم وهم طالعين يتعاقدوا على صفقة لحوم من السودان. كان مهم قوي أني أسعى هذا المسعى من أجل مصر ومن أجل ولاد البلد والغلابة اللي لا يقوى بعضهم على شراء كيلو اللحمة اللي وصل ل 80 و 90 جنيه. فأنا كان مسعاي بالضرورة وبالأساس زمايلي في النقابات الفنية وبالضرورة نقابة المهن التمثيلية. لما أعرف أن اللحمة في السودان اللي بتربى على المراعي مش على الأعلاف وبيقوموا برعايتها وفي حجر صحي وفي كشف بيطري وفي مسالخ ومجازر على أعلى مستوى، وأدوق اللحمة دي هناك وأستشعر مدى عظمة هذه اللحمة وهذه الأسعار التي تصبح في متناول الكثيرين. إن كيلو اللحمة يبقى ب 30 جنيه. فكان لابد إني أغامر هذه المغامرة وأروح في ظل هذا القيظ وهذا الحر. يعني المضحك إني كنت ببقى قاعد والتكييف شغال والعرق ينقط مني. السودان والخرطوم كلمة حر دي جملة لا ترقى إلى واقع الحال، ولكن يعني الأجر عند الله إني ربنا أكرمنا وأتممنا الصفقة ونحن بصدد فتح منافذ للبيع. وأنا عرضت الحقيقة في النقابة عندنا إني أفتح منفذ للزملاء، ولكن اتقال لي إن النقابة تعاقدت مع جهة لبيع السلع الاستهلاكية وهيكون فيها لحمة. على أي الأحوال أنا بفتح منفذ من بكرة إن شاء الله في نقابة المهن الموسيقية، ولسه هتمم اتفاق برضو مع نقابة المهن السينمائية. لو المنفذ بتاع السلع الاستهلاكية في نقابة المهن التمثيلية لم يوفق في الحصول على لحمة، أنا بعاود مرة تانية وأعرض هذا العرض على إدارة مجلس النقابة، لأن بالفعل اللحمة اللي أنا أكلتها في السودان شيء بديع وشيء طيب، والسعر إلى حد بعيد أرحم بكثير مما
يصدم الكثيرين. طب يعني في الأسواق. هل اللحمه اللي حضرتك كلتها هناك في السودان هي اللي هتبقى موجوده، ولا عشان حضرتك راجل نجم بقى فبيرعوك هناك يعني باللحمه؟ لا، انا اكلت من اللحمه اللي تم ذبحها واللي خرجت من المجازر قدامي. عايز برضه اطمن الزملاء، لاني عيني شافت المعامل البيطريه السودانيه، وشفت قد كده مصر عايزه تطمئن للحمه اللي هتدخلها. ففي وفد من الدكاتره البيطريين مقيمين. انا اللحظات اللي وقفتها عشان اشوف، كلمت ربنا بكل اللغات من الحر. الشيء البديع ان هؤلاء الاطباء والدكاتره ربنا يكرمهم واقفين في ظل هذا الهجير، يبشروا عمليه الكشف واستبعاد الذبائح المصابه حتى يتم علاجها. فالحمد لله يعني الواحد لمس نتيجه عاليه القيمه. واذا كانت مصر زمان كانوا بيقال عنها انها سله غلال اوروبا، انا شايف ان السودان الشقيق مزرعه عظيمه ومفرخ فخيم لتفريخ ولتصدير اللحوم طيبه وعاليه الجوده. طب اللحوم دي حضرتك اللي جبتوها هتبقى للفنانين ولا لعامة الشعب؟ والله الجمعيه فاتحه منافذ لعامه الشعب، لكن انا بفتح منافذ لزمايلي للي يخصوني انا. عموما احنا بنشكرك يا استاذ احمد، وبنتمنى لك التوفيق في كل اعمالك الانسانيه والخيريه والفنيه. ربنا يطول عمرك يا رب. ربنا يخليك.